لو قلتلك إن أنا هقولك على حاجة واحدة لما تعملها هتحول كل الروتين بتاع يومك، الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم وبتكررها تلقائي، لثواب وعبادة. لا، موضوع مهم لازم تسمعوه للآخر. أنا كنت دايما أسمع في الدروس أو من صحابي القريبين جددي النية، وانا مش فاهمه اجدد النيه ازاي اربط حاجات انا متعوده اعملها كل يوم، زي انك هتصحى تغسل وشك واسنانك وتروح مشوارك او تنزل شغلك. ازاي اربط الحاجات اللي انا بعملها بالاوتو بايلوت واجدد فيها النوايا واحولها لثواب وعباده؟ طب هو اصلا يعني ايه اجدد النيه؟ يعني انا باكل، هجدد النيه في الاكل ازاي؟ انا بنزل شغلي كل يوم، هعمل كده ازاي؟ بحضر فطار عشان احنا صايمين، هجدد النية ازاي؟ هقول لكم بالظبط كل حاجة عرفتها عن تجديد النية، وازاي تجديد النية بيحول اي حاجة بتعملها لثواب وعبادة ربنا سبحانه وتعالى، فتحس انك بتعبد ربنا كأنك شايفه. طب انت عارف ان انت ممكن تكون نايم بس بتاخد ثواب؟ هقولك ازاي. انت دلوقتي ممكن لما تيجي تنام تفكر، مش لازم تتلفظ النية ومش لازم تقولها على فكرة، انت بتفكر ان انا هنام دلوقتي عشان انا عايز اشحن طاقتي واجهز لان انا اصحى اصلي الفجر او اصلي قيام الليل او اقوم احضر السحور واتسحر عشان اصوم تاني يوم. او انك تنوي ان انت بتنام بنية انك تشحن جسمك، بنية ان انت بكرة تقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتخدم الناس وتقوم تشتغل او رايح الجامعة فتتقن اللي بتعمله بكرة. او تعمل ده بنية انه اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، فتنوي ان انت بتنام عشان جسمك يكون احسن بكرة وتبقى قايم كويس، فتقدر انك تكون خليفة ربنا سبحانه وتعالى في الارض. وتخيل انك هتبقى نايم وبتاخد ثواب. طب ايه النية اللي استحضرها قبل الاكل والشرب؟ انوي ان انا باكل عشان اقوي جسمي على العبادة والشغل والسعي. انوي اني بشكر ربنا على نعمة وفرة الاكل في بيتي، ولئن شكرتم لازيدنكم. لما تيجي تسمي وتاكل استحضر انك بتاكل من نعم ربنا، امتن للنعمة دي وللوفرة بتاعة الاكل في بيتك. طب قبل الشغل والدراسة أنوي إيه عشان أحول الحاجة اللي بعملها دي لعبادة؟ انوي جواك إنك بتشتغل أو بتتعلم عشان تستفيد وتنفع غيرك، مش بس عشان الفلوس اللي ممكن تاخدها من الشغل أو الشهادة اللي هتاخدها من المكان اللي بتدرس فيه. انوي إنك بتكسب رزقك بالحلال وبتسعى إنك تكون أحسن في الدنيا. وانت بتعمل الحاجات دي بتكون تعبان ومش نايم كويس، ادعي ربنا يعينك وادعي ان هو يقدرك ويقويك. لو انت نازل تقابل حد فتقدر انك تنوي ان القعدة دي او الخروجة دي هتبقى بنية انك تقول كلام طيب للي قدامك، ما تكونش غليظ، ما تكونش بتقول كلام يضايق، ما تكونش عبء على الناس اللي موجودين حواليك، تكون لطيف، ما تقولش حاجة تضايق حد منك. انوي انك ما تأذيش حد بكلامك ولا افعالك، وانك تتجنب انك تنم على حد او تغتابه. كده هتقدر انك تغير القعدة اللي انت قاعدها دي لوقت انت بتاخد فيه ثواب وبتعبد فيه ربنا. طب لو انت عايز تريح او تنزل تتمشى شوية، النية اللي ممكن تنويها هنا هي انك تنوي انك بتتأمل في خلق الله، نازل تتمشى في الطبيعة، وكمان تنوي انك نازل ترفه شوية وتغير جو عشان تقدر ترجع لحياتك ولنشاطك ولعبادتك اقوى واحسن. طيب قبل الذكر والقرآن والصلاة، ايه النية اللي اقدر استحضرها؟ انك تكون بتقرب من ربنا مش بس عشان اخد ثواب، ولكن عشان احس بالكلمة اللي بقولها، بالذكر اللي بقوله، بالقرآن اللي بقراه، انا عايز اقرب منك يا رب. انوي انك مش بس بتعمل ده دلوقتي عشان احنا في رمضان، انوي انك عايز تعمل ده حياتك كلها، وانك عايز تتغير، وانك عايز تبقى احسن، وعايز تقرب من ربنا اكتر. انا عايزاكم تفهموا ان السر في ان استحضار النية موضوع بسيط. انا قلت لكم امثلة لاني فعلا ما كنتش فاهمة ازاي استحضر النية في المواقف اليومية اللي انا بعملها، الروتين العادي اللي بيتعمل كل يوم. السر في البساطة انك مجرد ما تستحضر النية جواك بشكل سريع وتحس وتنوي انت فعلا عايز تعمل ايه او الغرض من الحاجة اللي انت بتعملها دي ايه، انت كده استحضرت النية.
موضوع بسيط، كرر وكرر التفكير ده عشان تتعود تعقد النية قبل أي حاجة بتعملها. التكرار بيعمل عادة، ممكن ما تظبطش من أول مرة، ممكن تعمل الحاجة أوتوماتيك وتنسى ساعات، بس دايما فكر نفسك إنك بتربط كل حاجة بتعملها بنية خالصة لوجه الله. ده بيريحك وبيحسسك إن أنت بتعمل حاجة قيمتها أكبر بكتير من بس شوية فلوس هتاخدها من الشغل أو شهادة أو أنا هصلي الفرض عشان إحنا في رمضان. لما بتربط الحاجة بمعنى أكبر بتلاقي إنه أنت بقيت بتعملها بشكل وباستجابة وبمعنى مختلف خالص. خلي نيتك خالصة لله وما تستنيش مقابل أو مدح أو validation من حد. لما تعود نفسك تستحضر النية في كل الحاجات البسيطة اللي اتكلمت عليها هتبدأ تحس إن حياتك بقى ليها معنى أكبر بكتير. هتحس إنه أنت عايش عشان big goal، في جول مهم قوي أنت عايش عشانه. حياتك هتختلف، هتبص للأمور بشكل مختلف، علاقتك بربنا ومع نفسك كمان هتبقى مختلفة. بس كده.